ابعد عن السهم اللي فيه الثلاث حاجات دول علشان ما تخسرش فلوسك، خاصة لو انت مبتدئ ومش متأكد قوي بتعمل ايه. رقم واحد، السهم اللي فيه مضاعف ربحية بي تو اي ريشيو مرتفع جدا، لان السهم ده حتى وان كانت شركة كويسة ده بيسموه برايست فور بيرفكشن، مسعر على افضل سيناريو. لو حصل اي حاجة اقل من افضل سيناريو هتلاقي السهم ده اتهبد ووقع منك. رقم اتنين، السهم اللي اصلا مضاعف الربحية بتاعه بالسالب. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الشركة دي بتخسر، معناه ان انت داخل شريك، يا جماعة انا داخل اشارككم بس انتوا خسرانين. ده بالظبط الموضوع. قبل ما اقول لك رقم ثلاثة، ودي من اهم النقط، عايز افكرك ان دي نقط بسيطه جدا ما تكفيش ان انت تعمل تحليل مظبوط، لكن لو عايز تتعلم اكتر بالتفاصيل هتلاقي جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في المجال ده، بدات سنه 2005. رقم ثلاثة، مش معناها انك لو لقيت رقم ثلاثة ان دي شركه وحشه، لكن لو لقيت رقم ثلاثة مع الاثنين دول دي ممكن تكون حاجه فعلا خطر جدا. الشركه اللي قيمتها السوقيه صغيره جدا، بيسموها الماركت كابيتاليزيشن او اختصارها الماركت كاب. دي شركه صغيره جدا عامله زي المركب الورق اللي ماشيه في محيط، لو جت موجه جامده ممكن تغرقها وجايز تعيش، بس انت داخل بقى ايه، في ليفل مخاطره مرتفع تماما، خاصه بقى كمان لو كانت شركه بتخسر ومضاعف الربحيه مرتفع. وعلى فكره اغلبيه شركات المضاربه هتلاقي فيهم الثلاث حاجات دول للاسف.